مساء الفل. جايه النهارده اقول لكم ان كيكه السينابون من احلى الكيكات وبجد طعمها مميز جدا. هننزل في بوله بوحدتين من البيض، كمان رشه فانيليا وتكون سايله، وكوبايه من السكر، وهنقلب كويس جدا لحد لما السكر والبيض والفانيليا يبداوا يتجانسوا مع بعض. نبدا ننزل بربع كوبايه من الزيت، وبرضه هنقلب كويس جدا مع كوبايه من اللبن وتكون دافيه. كل ده علشان السكر يبدأ يدوب في الكيكة. هننزل عليها بكوبايتين من الدقيق، وكمان معلقة كبيرة أو 16 جرام من البيكنج باودر، أو كيس من البيكنج باودر. هنقلبهم كويس جدا، وبعدين الكيكة كده طالعة مظبوطة. هناخد حوالي تلتها، هنقسمهم في بولة تانية، هننزل عليها بمعلقة كبيرة من القرفة، ومعلقة كبيرة كمان من الكاكاو، وربع كوباية من اللبن. هنقلبهم كويس جدا لحد لما كلهم يدوبوا مع الكيكة. هنجيب صينية طبعا مدهونة بالزيت أو بسمنة، وكمان متبطنة بالدقيق. هننزل بالأول بالكيكة البيضة، بعد كده بالكيكة البني اللي هي بالشوكولاتة والقرفة. بجد ريحتها تحفة جدا. هنخلص الكمية كلها طبعا طبقات، وبعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد حوالي نص ساعة، وبعد نص ساعة طلعت بالجمال ده. سقيتها صوص شوكولاتة وكمان صوص أبيض. ألف هنا وشفا على قلبكم. مع السلامة.